فأنا خلاص قررت إني أعتزل كرة القدم في نادي الزمالك، ودي سنة الحياة إن توصل لمرحلة معينة ويبطل كورة خلاص. استنى السنة الجاية يا شيكا، منتخب ممكن يتأهل لكأس العالم، وكابتن حسام ياخدك معاه في تشكيلة كأس العالم. أنا خلاص كده يا كابتن، كل سن وليه أحكامه. بس كنت عايز أقول حاجة، أنا كنت عايز أسلم الراية لزيزو علشان يكمل المسيرة، بس زيزو مش، فأنا بسلمها لجماهير الزمالك المخلصة العاشقة للنادي. شفت يا عواد، شيكا اعلن اعتزاله يا عواد، الاسطوره اعتزل خلاص. شيكا مش هيتعوض يا فتوح، قائد وموهبة ومهارة وكل حاجة. شيكا اعتذر يا جماعة، شيكا اعتذر يا جماعة، أنا مش مصدقة، أنا مش مصدقة، شيكا اعتذر. حتى شيكا خلى الكرة تعيط يا عواد. شيكا بالنسبة لي كان قصة حب، ده متأكد من 25 سنة، بس كان ممكن ينافس على أفضل لاعب في العالم لو كان احترف بره في أوروبا. لو كان عنده عقلية زي صلاح كان زمان دلوقتي بينافس رونالدو وميسي على كل سنة على البالون دور، بس هو عصبي شوية. هو فعلا كان عصبي شوية، بس كان عصبي بسبب حبه للنادي وغيرته على فانلة النادي. المفروض شيكا يجي يمسك الزمالك يدربه، بدل المدربين اللي بيجوا يقلبونا في فلوس على الفاضي، في الآخر بيشتكونا في الفيفا، وهيكون الفريق أحسن من أي مدرب.